حلويات سهلة وسريعة ولذيذة. الجزء التاني. متبقي عندك بسكوت العيد وخلاص زهقتوا كده من اكله ومش عارفة تعملي بيه ايه؟ تعالي انا هقولك هتعملي بيه ايه. هنضيف عليه اضافات بسيطة جدا وهتطلعي احلى تحلية. او عندك بسكوت مدرسة جاي متكسر بالمنظر دوت والولاد مش عايزين ياكلوه، هينفع وكمان هيطلع زي الفل. وتبقي بقى ايه، عملتي احلى ضيافة واحلى تحلية مع كوباية شاي مع فنجان قهوة مع كوباية النسكافيه بتاعتك، واجمل روقان. حاجة كده ممتازة وجميلة وسريعة ومش هتاخد منك وقت خالص. وما تنسوش قبل ما نبدأ سبسكرايب للقناة والشير الفيديو واللايك والكومنت جميل منك اللي بيفرحني وبيشجعني اني استمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دعاء زين، وان شاء الله النهاردة هنعمل تحلية بسيطة وجميلة ببواقي البسكوت اللي عندنا. في الاول سميت الله وجبت كزرولة ومعاها البولة بتاعة تسيح الشوكولاتة، او هتحطي طبق او بولة تانية ازاز زي ما تحبي. ومعانا باكت شوكولاتة 200 جرام. حطيت في الكزرولة شوية مية تحت ما يلمسوش البولة اللي فيها الشوكولاتة علشان الشوكولاتة ما تتلسعش منك، وبسيبهم على النار على نار هادية لغاية ما الشوكولاتة تسيح معايا. وحطيت عليهم معلقتين زيت ذرة عشان تسهل معانا السيحان. وعلى طول جبت 200 جرام بسكوت سادة، بسكوت شاي، اي نوع بسكوت انتي بتحبيه وبتفضليه هينفع في الوصفة دي ومش هيقول لا ابدا. وطبعا بسكوت العيد اللي باقي هينفع وهيكون زي الفل. بسكوت المدرسة زي ما قلنا هينفع وهيكون لذيذ جدا. فرمتهم ناعم زي ما انت شايفة كده في الكبة اللي انا مخصصاها للحلويات. ما بعملش في كبة البصل والثوم ابدا علشان ما يلقطش اي ريحة. مهما بنغسل كبة البصل والثوم بالذات الكبة الصغيرة دي، مهما بتتغسل بصراحة ساعات بيفضل فيها سنة ريحة كده، يعني الريحة بتطلع منها حوالي 90%، وانا مرضاش ان انا اعمل فيها اي حلويات. وبالذات لو عندك مشروع اوعي تعملي الحركة دي، علشان ده بيبقى سر تميزك ان الحاجة تطلع من ايدك زي الفل وما تفرقش عن اي حاجة بنجيبها من اي محل حلويات، بل بالعكس حاجتك لازم تكون احسن من المحلات كمان علشان طبعا الناس تفضلك وتجيب منك. نزلت على 200 جرام بسكوت اللي عندنا بعلبة قشطة معلبة 150 جرام. طبعا علب القشطة اللي في السوق من 150 جرام ل 170 جرام، انا العلبة اللي جبتها دي كانت 150 جرام، وانا هقولك ليه بفضل القشطة بس هنكمل بقية الوصف. جبنا الشوكولاتة اللي سيحناها وخدت منها 75 جرام، يعني 200 جرام بسكوت و150 جرام قشطة و75 جرام شوكولاتة سايحة. ما بفضلش الكاكاو ان احنا نضيفه، لو عايزة تضيفي كاكاو مفيش اي مشكلة خالص، بس الكاكاو يكون محلى، بلاش الكاكاو الخام. وعلى طول قلبتهم. والوصفة هنا بقى في ايدك. عايزة الوصفة غنية كده وريتشي هتحطي القشطة زي ما انا حطيت. عايزاها كده ايه وسط، هتزودي الشوكولاتة وتقللي في القشطة، يعني نسبة وتناسب. بس اهم حاجة التزمي بالمقادير اللي انا قلتها لك دي وهتطلع معاكي زي الفل ان شاء الله. لمينا المكونات على بعضها كده وقدامك اهي بقت عجينة طرية جميلة سهلة التشكيل. وهتعمليها بقى اي شكل انت عايزاها ستيكس، عايزاها كور، عايزاها تفرديها ما بين كيسين تلاجة زي ما عملنا في الفيديو اللي فات، فيديو اعادة تدوير التمر اللي هسيبهولك ان شاء الله في اخر الفيديو دوت. لو لسه ما شفتهوش الحقي شوفيه، بصراحة حاجة كده ممتازة وتحلية جميلة ودايت، يعني ايه حاجة يعني دي عكس الفيديو اللي فات خالص. فانت لو محافظة شوية في الاكل والحلويات شوفي الفيديو اللي قبل ده على طول. على طول بشكل بقى زي ما انا عايزة، ولو عايزة تحشيها من جوه مكسرات، جوز هند، نوتيلا، بقى اللي انت عايزاه كله هتقدري تعمليه في الوصفة دي. حاجة كده قماشة قدامك وهتشكليها زي ما انت عايزة بالطعم اللي انت عايزاه وكمان بالكفر اللي انت عايزاه. والله انت لو هتاكليها كده هتتاكل وهتبقى زي الفل، بس طبعا ما يرضنيش، لازم نشوف هنعمل فيها ايه. خلصت الكمية كلها وما شاء الله يعني طلعوا لي 26 او 27 كورة. الكورة تقريبا كانت 15 جرام، مش صغيرة، لا احنا لسه هنعملها كفر كمان وهتطلع ممتازة بجد. من اسهل وابسط الوصفات اللي هتعمليها. دخلتها التلاجة 10 دقايق كده علشان تمسك نفسها، بحيث ان هي ما تبصمش في ايدك، علشان تعرفي تنزليها في الشوكولاتة. بقية ال 200 جرام شوكولاتة اللي احنا خدنا منهم 75 اتبقى معايا الباقي،
فطبعا مسكوا شوية كده، فاديتهم تسيحة على النار كمان، ونبدأ نغطي الكور اللي معانا. طبعا الكور اللي معايا دي انا مسمياها تشوكلت بوبس، لان هي فعلا انت بتاكلي تشوكلت بطعم غني وجميل ولذيذ. آه الكل بجد هيحبها ومفيش اختلاف عليها خالص. المهم بقى هننزلها في الشوكولاتة، ونخبط كده بالشوكة مرتين تلاتة علشان الشوكولاتة زيادة تنزل، ونحطها على ورق زبدة، كيس تلاجة، زي ما تحبي، علشان لو في اي شوكولاتة فاضت عليه هنلمها ونحطها في شوكولاتة تاني وتسيح تاني ومفيش اي مشكلة. وهنخلص بقية الكمية وعلى طول على التلاجة. تعالي بقى هنا اما اقولك انا ليه فضلت القشطة وما حطيتش لبن. القشطة لما بتحطيها يعني بتعيش لك الحاجة كده فترة طويلة. انا والله مرة كنت عملتها وسافرت تقريبا شهر، ورجعت لقيتها زي ما هي كأني لسه عاملاها. فبصراحة القشطة بتحافظ على الحاجة عشان ما فيهاش سوائل كتير، وهتفضل معاكي اطول فترة ممكنة. هنا بقى نيجي نزينها من فوق. قعدتها في التلاجة ربع ساعة. ده كان جناش ابيض، فبصراحة ما عجبنيش في التزيين، فجبت شوكولاتة كنت عايزة ازينها بالابيض وما كانش عندي شوكولاتة بيضة، فما عجبنيش الجناش بصراحة بعد ما سيحته، فقلت اعمل لها شوكولاتة بني عادي وهتبقى زي الفل. ومش هنكتفي بالشوكولاتة كمان، هنحط لها مكسرات. عايزة بقى تحطي مكسرات، عايزة جوز هند، عايزة بقى بسكوت لوتس، عايزة تحطي بقى اي كل اللي انت عايزاه هتحطيه. يعني التزيين ده حاجة بتبقى حسب ذوق اللي بيعمل وحسب اللي بياكل. وطبعا كل اللي اسرتك تحبوا اعمله لهم بامكانياتك، ما تكلفيش نفسك فوق طاقتها ابدا. حاولي تمشي نفسك بالامكانيات اللي عندك، وتكوني راضية ومبسوطة، اهم حاجة باللي عندك. ودي اهم حاجة، قاعدة والله ماشية بيها طول عمري، الرضا، وان احمد ربنا على اللي موجود وربنا بيبارك فيه والله. وكمان طبعا لازم نعلم ولادنا نفس الموضوع دوت، علشان يطلعوا كده عينهم شبعانة ومليانة من كل حاجة. فانت تعملي لهم كل اللي انت عايزاه في البيت وما تكلفيش نفسك. كده خلصت تزيين كل الكمية اللي معايا، نحطها في التلاجة تمسك نفسها كويس، وعلى طول تحفظيها في علبة محكمة الغلق. بس انا بقى في الوقت دوت كان جاي لي ضيوف، كنت عارفة ان في ضيوف جايين كمان شوية، فرحت حطاهم في ورق كب كيك. المفروض في ورق شوكولاتة اصغر من كده، بس انا في الوقت ده ما كانش عندي، فاتصرفت طبعا. حطيت طبعا كمية كده مناسبة بتشكيلة برضو، وعلى طول سبتهم في التلاجة. والمفروض ان انا اسيبهم لغاية ما يجوا، يعني مفيش اسهل من كده. وما شاء الله يعني طعمها روعة روعة ممتازة جدا، ما فيهاش حاجة تبوظ معاكي. صلاحيتها حلوة جدا، هتنفع بقى، بتنفع في كل مناسبة. انا والله يعني دي من ضمن الضيافات اللي انا باخدها معايا في اي زيارة بروحها، وكمان معاها بسبوسة حلوة كده، وبتبقى زيارة تحفة وزي الفل. شكلها مميز وجميل. بتحبي تضيفي بقى عليها اي اضافة انت عايزاها، وبتطلع طعمها روعة. حاجة بصراحة هتنفعك جدا في وقت الزنقة. سريعة وسهلة ومش مكلفة ان شاء الله. حاجة كده ممتازة وخفيفة، وفي نفس الوقت طعمها لذيذ. اهم حاجة وانت بتحفظيها في التلاجة تحفظيها في علبة محكمة الغلق، وطبعا تاخدي منها وايدك ما تكونش مبلولة ولا فيها اي حوارات دي، وهتفضل معاكي اطول فترة ممكنة. وكمان بقى مع فنجان القهوة بتطلع تحفة. ولو وصلتي معايا لغاية هنا ما تنسيش اللايك للفيديو والشير علشان يوصل لأكبر قدر ممكن، والسبسكرايب للقناة لو انت مش مشتركة. بحبكم جدا، باي باي.